لو ما شفتش الأقسام اللي فاتت من حكاية تشانج فروح شوفها علشان تفهم الدنيا. ودلوقتي عاوزك تصلي على الحبيب عشان قلبك يطيب وتعالى كمل معايا الحكاية علشان تستمتع في النهاية. ودول أصحاب التعليقات المميزة على الفيديوهات اللي فاتت، شكرا على دعمكم المستمر في القناة. فالحمد لله وصلنا ل 16,000 مشترك، إنجاز عظيم وكل حاجة، بس إحنا لسه في البداية. فبدعمكم هنستمر على المستوى ده لحد ما نحتل البشرية. ومعلش عشان طولت عليكم، يلا بينا نبدأ. شو ساعتها بيدخل في الكلام وبيقول لهم ان تشانج مستحيل يسلم السلاح لمحاربين ضعفاء زيهم. فبيقول لتشانج ان هو مستعد يكلم اسياد العالم السفلي علشان يتنازلوا عن كل ممتلكاتهم، بس في المقابل لازم يسيبهم من غير ما يخلص عليهم. الاتنين ساعتها بيكونوا مصدومين من اللي حصل. فغير ان الروح دي تشو احد اقوى شيوخ طائفة الشبح الشيطانية واللي يعتبر من اقوى محاربين القارة، ده كمان بيترجى تشانج اللي ما عندوش قاعدة صقر ان هو يرحم شعبه. الجد بيفهم ان تشانج مستوى قوته على الاقل مساوي لمحاربين المستوى الاسطوري، بس ده مش معناه ان هو يقدر يتغلب عليهم. فغير جيش العالم السفلي في 12 محارب اسطوري جايين على العالم بتاعهم، واكيد تشانج لوحده مش عارف يخلص على العدد ده كله لوحده. تشانج ساعتها بيقترح عليهم انهم يقعدوا معاه لحد ما توصل الوحوش، وساعتها هيوريهم ازاي هو بيتعامل مع الاعداء بتوعه. ساعتها بيوصل جيش العالم السفلي عندهم، وده بيرعب الاتنين من اللي حصل. فالجيش اللي قدامهم قادر على احتلال القاره لو عاوز، فتخيل هيعمل فيهم ايه لو دخلوا في معركه. بس لينج بتطمنهم وبتقول لهم ان طالما معاهم السيف المقدس هيعرفوا يخلصوا على الوحوش. الوحوش بتلمح السيف اللي مع لينج وبيقرروا يروحوا ياخدوا السلاح منها ويخلصوا عليها. بس ساعتها بيوصل تشانج عندهم علشان يوقفهم عند حدهم، وعلى طول بيهجم عليهم تشانج برقصات البريق المائي، معرفش عشان يموتهم من الضحك ولا ايه. الكل طبعا بيجي لهم لاج من اللي هو بيعمله، بالذات الزعيم اللي بيكون فاكر ان تشانج اتجنن لما شاف قوة جيش العالم السفلي. وعلى طول بيفعل تشانج النطاق بتاعه وبيقدر يفجر كل الوحوش اللي في المنطقة، وده بيدي تشانج 15,000 نقطة. الشباب ساعتها بيكونوا هيتجننوا من القوة التدميرية بتاعت تشانج. فالطريقة الوحيدة علشان يكون قادر على تدمير الجيش العالم السفلي هي ان هو يكون محارب من المستوى الخرافي. بس لو الكلام ده صحيح فمستحيل يقدر يقعد هنا بسبب قوانين العالم بتاعهم، وده بيخليهم عاجزين عن عمل اي حاجة غير الاندهاش من الخرا اللي بيشوفوه دلوقتي. شانج ساعتها بيكون مبسوط من كل النقاط اللي خدها من شوية، بس فجأة بتخرج هالة الجسد الأسطوري بتاعه وبتملى المكان بالكامل، وده بيخلي الكل يهجموا على تشانج علشان ياكلوه. بس تشانج بيقدر ان هو يوقفهم على اخر لحظة. فبيستغرب تشانج من اللي حصل وبيسأل النظام هو ايه اللي حصل. النظام بيقول له ان بسبب ترخيصه للاصدار الثالث هو فعل الجسد الأسطوري بتاعه ودلوقتي يقدر يرفع من مستوى الصقل بتاعه. فبيروح تشانج يشوف مستوى الصقل اللي هو فيه، بس بيلاقي ان مستوى الصقل بتاعه عيان خالص. المهم النظام بيقول له ان في مكافأة خاصة علشان حصل على الاصدار الثالث، واللي لما بيشوفها تشانج بيلاقي ان هي بطاقة خبرة خاصة. فعلى حسب كلام النظام البطاقة دي لو تم استخدامها على اي أداة هتتحول لأداة أسطورية. فبينبسط تشانج من الكلام ده وبيسأل النظام اذا يقدر يستخدمها على نفسه، بس النظام بيقول له ان البطاقة دي صالحة للأدوات بس. تشانج بيحبط من الكلام ده وبيسأل النظام اذا يقدر يستخدمها على المجال بتاعه. النظام بيقول له انه يقدر يعمل كده، بس ساعتها هيضطر يصرف 5000 نقطة على كل التطوير. وعلى طول بيستخدم تشانج البطاقة وال 5000 نقطة بتوع النظام اللي بيحولوا المكان كله لأرض خالدة، ومعاها بيرفع مساحة المجال ل 1000 ميل. وده بيرقي الجنية الشياو لوحش أسطوري. الزعيم والجدي بيكونوا مشلولين من الوضع، فالطاقة الهائلة دي بتظهر بس في الأراضي الأسطورية، وده بيخليهم يفكروا إن تشانج هو قاتل الأساطير. فبعد حادثة نزول السيف الأسطوري ظهرت إشاعات عن محارب قادر على قتل الأساطير نفسهم، وعلى الرغم إن هم كانوا عارفين إن دي ما كانتش مجرد إشاعات، بس ما كانوش متخيلين إن هم هيكونوا محظوظين علشان يقابلوه. عشان كده بيقرر الاتنين إن هم ينضموا لتشانج برضه، وده علشان يستفادوا من وجود محارب وقوته. فبيروح الزعيم وبيعتذر لتشانج عن اللي عمله، بيقول له أنا قلقي خلاني ما أشوفش قوة قاتل الأساطير، أتمنى إنك تسامحني وتخلي بالك من لينج في المستقبل. تشانج طبعا مش بيفهم حاجة من العبط ده وبيطلب منه يبعت أي محارب عاوز ياخد السيف لحد عنده. الزعيم بيفتكر إن تشانج بيحاول يحمي القارة من قوة الأساطير اللي عاوزين السيف، فبيشكر تشانج على شجاعته الكبيرة. ساعتها بترجع الجنية الشياو للشكل القديم بتاعها وبتدخل في سبات. فبيستغرب تشانج من اللي حصل وبيروح علشان يسأل فبتقول له إن الشياو دلوقتي بتسلك المسار الشيطاني، بس ده يعتبر غريب جدا لأن المسار ده شديد الصعوبة وبيحتاج قرون من التدريب، على عكس اللي بيحصل دلوقتي. فالشياو عرفت توصل للمستوى ده في يوم واحد بس. تشانج بيتبسط من الموضوع ده لأن غير إن الشياو هتكون اللعبة الكيوت بتاعته هتكون محاربة قوية جدا، وعلى طول بيأمر إنها تهتم بتدريبها لحد ما ترفع من قوتها. وعلى الرغم إن طلبه كان واضح وبسيط جدا، لكن بتكون فاكرة إن تشانج بيختبرها دلوقتي. فبتقول له إنها هتعمل اللي تقدر عليه علشان تنجح في الاختبار بتاعه. بيعدي 3 أيام وبنشوف تعبان بيحاول إن هو ياكل تشانج
تشانج، بس فجأة بيختفي تشانج قبل ما ياكله، وبيطلع إن دي نسخة من تشانج هو عملها علشان يستكشف العالم. تشانج ساعتها بيكون متضايق من الوضع، فعلى الرغم إن المهارة دي جامدة جدا، بس المشكلة إن هي بتستهلك نقاط بالعبيط، فلو استمر الموضوع على الحال ده هيخسر نقط كتيرة قوي. ساعتها بيوصل الأساطير ال 12 للعالم العادي، وده بيراقب كل الوحوش الروحية اللي في القارة، لأنه محارب أسطوري واحد قادر على تدمير القارة بضربة. فتخيل 12 واحد منهم هيعمل فيهم ايه. قادة الوحوش ساعتها بتشوف اللي بيحصل وبتقرر انها تراقب اللي بيحصل من بعيد لحد ما تشوف هيعملوا ايه في قاتل الاساطير. ساعتها بيوصل الاساطير ال 12 لمكان تشانج، واللي لما بيشوف المكان بتاعه بيتصدموا جدا، فالطاقة اللي بتخرج من القصر بتاعه اعلى باضعاف من الارض الاسطورية بتاعتهم، وده بيخلي القائد بتاعهم يطمع في المكان، وبيقرر ان هو مش بس هياخد السلاح الاسطوري ده، كمان هيخلص على كل اللي موجودين في الارض دي وياخدها لنفسه. تشانج ساعتها بيكون بيراقب الوضع ويكون مبسوط جدا، فهو ما كانش متوقع ان المحاربين الاقوياء دول هيجوا لحد عنده. الوحوش ساعتها بتكون خايفه من حضور الاساطير دول، وبيطلبوا من شانج ان هو يستسلم دلوقتي، بس تشانج بيقول لهم ان مفيش داعي للقلق، فحتى لو الكوكب كله ضده هو هيكون المنتصر في النهايه. ساعتها بيترمي جد لينج عندهم في المكان وبيكون بايظ على الاخر، فبيسال تشانج عن الشخص اللي عمل في كده. زعيم الاساطير بيقول له ان هو اللي عمل في كده وهيعمل اسوأ من كده لكل اللي هيقف في طريقه. بنشوف بعدها اللي حصل قبل ما يوصل المحاربين لتشانج بيوم واحد. فلما كان تشانج قاعد في بيته عادي، جت القطه الشرازه دي عند باب بيته، واللي طلعت انها من طائفه الوحوش واسمها باي. تشانج ساعتها مش بيضيع الفرصه وبيروح يسالها اذا كانت عاوزه تتخطب ولا حاجه. باي بتقول له ان ده مش مهم دلوقتي، فهي جايه عشان تبلغه ان يو وشياو مسجونين دلوقتي، وده بيعصب تشانج على الاخر. ساعتها جد لينج بيكون بينطق الشهاده لانه محاربين العالم الاسطوري ال 12 كسروا الطائفه على دماغهم. قائد المحاربين بيسال الجد عن مكان السلاح الاسطوري بتاعهم، بس الجد بيرفض ان هو يقول له اي حاجه، وعلى طول بيروح واحد من الاساطير وبيستخدم التقنيه بتاعته علشان يعرف مكان السيف. المحاربين ساعتها كانوا هيسيبوا الراجل ويمشوا، بس القائد بيقول لهم ان هم لازم ياخدوا الجد معاهم، فبما انه عرف مكان السلاح وما خدوش معاه، فده معناه ان العجوز اللي معاهم حليف للراجل اللي معاه السيف دلوقتي، عشان كده هم ياخدوا العجوز علشان يستخدموا كأداة ضغط بحيث يرجعوا السيف بتاعهم. ساعتها زي ما طائفه الوحوش الجده نينج بيوصل لها خبر وصول الاساطير ال 12، فبتيجي واحده من اتباعها وبتسالها هم حابسين ليه يي وشياو عندهم. نينج بتقول لها ان هي عملت كده علشان مصلحتهم، فبوجود الاساطير ال 12 في العالم بتاعهم تشانج وكل اللي معاه هيموتوا لا محاله، فكان الافضل ان هي تحبسهم لسببين. الاول علشان تحميهم، بالذات ان هم بيمتلكوا جسد اسطوري نادر جدا، والسبب الثاني عشان طائفه الوحوش ما تتورطش بعد اللي هيحصل. بنرجع لباي اللي بتحس ان الاساطير قربوا عليهم، وده بيخليها تستغرب جدا. فعلى الرغم من الوضع الخطير اللي هو فيه، لكن تشانج مش بيدي اي رد فعل للاساطير ال 12. بيقطع افكارها تشانج اللي بيقول لها ان هي لازم تروح عند نينج دلوقتي، وتقول لها ان هي لو ما رجعتش اتباعه قبل 3 ايام هيعمل معاها جلاشه، وده بيخلي باي تتفاجئ اكتر من كلامه. فعلى الرغم من الاساطير جايين على بابه، لكن كل هم تشانج دلوقتي ان هو يرجع اتباعه، فبتقول له انها تروح تعرف نينج الكلام ده وبتمشي من المكان. تشانج ساعتها بيجهز نفسه للمعركه علشان يتعامل مع الاساطير ال 12. بنرجع للحاضر وبنشوف قائد الاساطير بيطلب من تشانج ان هو يسلم السلاح دلوقتي، بس ساعتها بتروح لينج تهجم عليهم بالسلاح الاسطوري، بس مع الاسف الهجمه مش بتاثر فيهم، فبتعصب القائد من اللي حصل وبيهجم على لينج علشان يموتها، لحد ما بيوصل تشانج وبيقدر انه يدمر الهجوم بتاعه. الاساطير ال 12 بيكونوا فاكرين ان القائد بتاعهم لسه مش واخد الموضوع بجديه، بس ساعتها القائد بيكون مستغرب من الوضع، فعلى الرغم ان هو استخدم 10% من قوته، لكن الهجمه بتاعته تم تدميرها بسهوله. لينج ساعتها بتكون منهاره من العياط، فالاساطير دول خلصوا على ابوها وكل افراد الطائفه بتاعتها، وده بيخلي تشانج يفتكر المعاناه بتاعته اللي استمر يشوفها لمده 20 سنه وهو عاجز. بس دلوقتي الوضع مختلف، فمن اللحظه دي هو مش هيسمح ان هو يخسر اي حاجه تاني. الاساطير ساعتها بيكونوا فاكرين ان تشانج اتجنن دلوقتي وبيروحوا علشان يضحكوا عليه، لحد ما بتزهق واحده منهم وبتروح تستخدم تعويذه خاصه علشان ترجع السيف لمكانه، بس بتعدي دقيقه والسيف مش بيتحرك حتى، وده بيخلي الاساطير يستغربوا من اللي حصل. فالتعويذه بتاعتهم كانت قادره على استرجاع السيف بغض النظر عن اي حاجه، فبيروح البار يقربوا من مكان المجال على اساس ان الشبكه واقعه ولا حاجه، بس برضه مفيش اي حاجه بتحصل، وده بيخليهم يستغربوا اكتر عن سبب عدم رجوع السيف ليهم. بس صدقني انت لو سيف وشفت نظرات تشانج دلوقتي هتتبرى من ابوك وامك اصلا. المهم الاساطير بيزاوا من اللي بيحصل وبيكونوا هيجمعوا قوتهم علشان يهجموا على تشانج دلوقتي، بس اسطوره البرق بتقول لهم ان هم لازم يخلصوا على تشانج باستخدام قوانين العالم بتاعه، وعلى طول بتستدعي البت محنه البرق علشان تساعدهم. محنه البرق
بتكون مبسوطة جدا وبتروح علشان تنفذ طلبهم، بس أول ما بتلمح إن تشانج قدامها بتعتذر ليهم وبتهرب من المكان، وده بيعصب الأساطير جدا وبيروحوا علشان يهجموا على تشانج بكل قوتهم، وعلى طول بيهجم عليهم تشانج بالسيف بتاعه، بس الأساطير بيعرفوا إن هم يهربوا، ولكن بسبب قوة الهجوم بتاعه تشانج بيعمل شرخ في نسيج الفضاء نفسه. اللي حصل ده بيجنن الأساطير جدا، فحتى هم ما يقدروش يقربوا من النسيج أصلا، ما بالك حد يعمله. بس تشانج بيمد ايده بيحركه ولا كأن في حاجة بتحصل، لحد ما فجأة بيرجع الشق لوضعه الطبيعي، وده بيخلي تشانج ينبسط لأن دلوقتي هو هيقدر يخلص على أولاد الصارمة دول. الأساطير بيروحوا كلهم علشان يخلصوا على تشانج، بس بمجرد ما بيدخلوا المجال بيخسروا كل قوتهم، فبيقول تشانج اللينج إن هي لازم تبص عليهم كويس لأن دلوقتي هو هيوريها هو هيعمل إيه في الناس اللي خلوها تعاني. الأساطير بيحذروا تشانج إن هو لو عمل لهم حاجة معلمهم مش هيسيبه، بس تشانج مش بيهتم لكلامهم وباستخدام النار المقدسة بيقدر يحرقهم كلهم. تشانج بيقول للينج إن دي مجرد البداية، ففي المستقبل هو هيخليها أقوى من أي حد في العالم. ساعتها نينج وباقي أتباعها بيكونوا مصدومين من اللي حصل، فحتى التعامل مع واحد بس من الأساطير يعتبر كارثة بالنسبة ليهم، لكن تشانج قدر يدمر 12 واحد منهم دفعة واحدة، وده بيخلي نينج تترعب من الوضع. فغير إن هي ما ساعدتش تشانج في محاربة الأساطير ال 12، هي كمان أثرت يي والشياو عندها. باي ساعتها بتوصل وبتقول لها إن تشانج طلب منها تحرر المساجين اللي عندها، وعلى طول نينج بتؤمر أتباعها إن هم يعملوا كده، وبتطلب من باي إن هي تيجي معاها علشان تعتذر لتشانج. ساعتها بيكون تشانج جمع أنوية الأساطير ال 12 واللي بيلاقي إن قوتها كبيرة جدا، فبيروح علشان يشوف هو أخد كام نقطة من قتلهم، بس النظام بيقول له إن هو بيحسب النقاط وهيقول له بعد فترة. لينج بتروح عنده وبتشكر تشانج على مساعدته ليها. بتعدي كام ساعة وبتوصل لينج وباي عندهم، فبتروح تعتذر لينج عن اللي حصل وبتطلب من تشانج إن هو يسامحها على اللي عملته، وزي ما أنت شايف تشانج كان متسامح جدا. لينج بتنهار بسبب الضغط الهائل بتاعه وتكون متأكدة إن تشانج هيموتها دلوقتي، فبتروح باي تعتذر عن اللي حصل وبتطلب من تشانج إن هي تسامح جدتها على اللي عملته، فبيقول لها تشانج إن هو هيسامحها علشان وبيروح مدي باي حبة من المستوى الأسطوري علشان أتمت المهمة بتاعتها. بعدها بتوصل مكافأة النظام على قتل الأساطير ال 12 واللي بتكون قيمتها 240 ألف نقطة. الواد يا عيني بيجيله لاج من كتر الصدمة، فهو ما كانش متخيل إن قتل 12 محارب بس هيجيب ليه كل النقاط الكتيرة دي، فبيروح علشان يستخدمها كلها علشان يرفع مساحة المجال بتاعه، بس بيلاقي إن الإصدار الرابع للنظام نزل، فبيروح تشانج علشان يطور النظام بتاعه، بس بيتفاجئ إن في شروط خاصة للتطور، فعلشان يعرف يطور النظام بتاعه لازم يخلي مساحة المجال تغطي الجبل اللي هو فيه دلوقتي، ولو ما عملش كده خلال شهر التحديث اللي قدامه هيروح منه. تشانج بيتفاجئ من الكلام ده لأن كده هو محتاج نقض العبيط علشان يفعل التحديث ده، فبيقول للنظام وانا اتعب نفسي ليه يا عم، ما تروح تشوف لك كلبة. بس النظام بيقول له ان هو لازم يعمل المهمة في الوقت المحدد، فغير مكافأة الترقية اللي هيحصل عليها هيقدر يدخل للمجال السري بتاع العالم ده واللي هيلاقي فيه عناصر أسطورية مش موجودة حتى في العالم الأسطوري. تشانج ساعتها بيعتذر للنظام وبيقول له ان هو مستعد يقبل المهمة دي، وعلى طول بيخلي النظام يرفع من مساحة المجال لحد ما بيوصل ل 2000 متر بحالهم، وده بيخلي مع تشانج 50,000 نقطة. ساعتها بتوصل لينج عند مكان الطائفة بتاعتها وبتتفاجئ إن أبوها وكل اللي موجودين تم قتلهم. البت لسه بتكون هتروح عشان تعيط إلا وبتتفاجئ إن الكل قدامها سليم وعافى، فبتستغرب البت من اللي حصل وبتكون لسه هتروح علشان تسأله إلا وبتتفاجئ إن اللي قدامها بيختفي، فبيقول لها أبوها إن اللي شافته من شوية كان وهم قوي جدا، وده بعد ما حصل عليه من تشانج لما قابله المرة اللي فاتت. فقبل ما يمشي من عنده تشانج قال له إن الأساطير ال 12 هيروح عندهم الأول عشان يخلصوا عليهم، عشان كده تشانج ادالهم تعويذة وهم من المستوى الأسطوري، وده عشان يعرف يخدع الأساطير ال 12 ويعرف يحمي الطائفة بتاعتهم. بس مع الأسف الجد كان مضطر يخرج من المصفوفة دي، وده أدى إن جسمه الحقيقي يموت، بس زي ما أنت شايف روحه اتحولت لكرة معبرة كبيرة جدا. المهم الراجل بيفتكر الاتفاق بتاعه مع تشانج وبيروح علشان يفعل الألعاب النارية، واللي لما بيشوفها تشانج بيطمن إن طائفة السيوف كلها بقت في أمان دلوقتي، فبينبسط تشانج من الكلام ده لأن كده هو اتأكد إن الجسد الأسطوري بتاعه قادر على تحويل أي شيء لعنصر أسطوري. فبيجرب تشانج إن هو يستخدم سحر الوهم على البيت بتاعه وبيلاقي إن هو قدر ينجح في كده، فبينبسط تشانج أكتر وبيبدأ يفكر هيستفيد إزاي من الميزة الرهيبة دي. بنروح بعدها للعالم الأسطوري وبنشوف حفلة بتقام في قصر المعلم شينج، فبيجي مينج صاحب المعلم شينج وبيسأله عن اللي حصل للسيف بتاعه. شينج بيقول له إن تلاميذه فشلوا بشكل كارثي، بس هو مش هيسيب تشانج لحد ما يخلص عليه. فبيسأله مينج عن قوة تشانج دلوقتي. شينج بيقول له إن تشانج ما عندوش قاعدة صقل أصلا، بس هو استخدم قوانين العالم بتاعه علشان يموت أتباعه. فبيقول له مينج إن هو يقدر يبعت ليه قاتل مميز، فعلى عكس الناس
الناس العادية القاتل ده مش بيتأثر بقوانين العالم بتاعهم، وهيقدر إن هو يخلص على تشانج بكل سهولة. فبيشكره شينج وبيقول له يروح يجيب القاتل ده. خلاص. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟